السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه النهارده؟ هنتكلم مع بعض عن الكتاب اللي قلت لكم عليه المره اللي فاتت. لغات الحب الخمسه عند الاطفال. آم، الكتاب ده تأليف جاري تشيبمان وحد تاني بس مش فاكره اسمه دلوقتي. ان شاء الله ننزل لكم صوره الغلاف في اول الفيديو باذن الله. آم، الكتاب ده بجد يا بنات حلو قوي قوي بجد يعني. انا انصحكم لو انتوا لغتك كويسة وتقدري تقرأيه. بصراحة حلو جدا. انا جبته منين؟ انا كنت زمان بشتري كتب من معرض الكتاب. كان معرض الكتاب بيجي عندنا هنا في الصيف. بس بعد ما اتجوزت بصراحة ما اشتريتش كتب، على نظرية ان كيلو كباب احسن من احسن من بوكيه الورد يا فوزية. انا مش فاكرة كان اسمها ايه اللي كانت في البتاعة دي. المصريين بس اللي هيفهموا الكلمة دي. آم، يعني على نظرية ان يعني هدفع فلوس في كتب، يعني لا، انا اشتري بقى حاجة ضرورية اكتر. المهم دلوقتي ربنا يخلينا النت وبقى فيه جوجل بوك ستور، اللي هو اللي بيبقى بتجيبي من عند جوجل كده، بيبقى فيه تحت صور، مش فاكرة كان ايه، خرايط كتب. بتختاري كتب وبتكتبي اسم الكتاب في البحث والكتاب بيجيلك. ماشي يا بنات، دي الطريقة اللي انا بجيب بيها الكتب دلوقتي. ولو انتي مش 100% يعني في اللغة، عندك برضو ترجمة جوجل، يعني ربنا يخلينا جوجل. المهم الكتاب، الأول الكاتب كان عامل الكتاب ده عن اللغات الحب الخمسة عند الأزواج. وبيقول في الكتاب ازاي ممكن ان انتي تكوني بتقولي لجوزك كل يوم انا بحبك، بس هو برضه هو مش مستوعب لغتك في الحب. آه، وازاي انتي ممكن يكون هو جوزك بيقولك انا بحبك كام مرة في اليوم وانتي مش مستوعبة لغته في الحب. آه، هو ممكن يكون طريقته ان هو بيروح يجيبلك طلباتك من السوق وبيريحك، مش بيخليكي تخرجي في الحر، يروح يجيبلك حاجتك اللي انت عايزاها. وانتي ما انتيش فاهمة ان ده حب يعني. انتي مثلا تكوني عايزة الوقت، انتي مثلا تكون لغتك في الحب الوقت، وتكوني عايزاه يقضي معاكي وقت اكتر، وتقولي انا مثلا مش عايزة البطاطس والطماطم والحاجات اللي هو جايبالي من السوق دي، انا عايزاه يقعد معايا. في حين ان هو لغته في الحب اللي هي الاهتمام، اللي هو عن طريق وهو بالطريقة دي راح جابلك الحاجات واهتم بيكي واهتم لشؤونك وشؤون البيت. وانتي فاهمة ان هو يجيب الحاجات ديت ده عادي، ما هو دي مسؤوليته وده واجبه تجاهي. هو مش فاهم لغتك في الحب وانتي مش فاهمة لغته في الحب، وفي الاخر ترجعوا تقولوا ما عادش فيه حب بينا وخلاص احنا ما عدناش بنحب بعض، والحب ضاع بعد الجواز والكلام اللي احنا بنسمعه ده. آم، كمان آه، كمان الكاتب بيعرض في الكتاب بتاع لغات الحب الخمسة عند الأزواج آم، طرق الحب اللي ممكن احنا نقولها لبعض كعلاقات غير الأزواج حتى كمان. ممكن أختك، ممكن مامتك، ممكن صاحبتك. الافكار بتاعه الكتاب دي لما تطبقيها في حياتك هتلاقي نفسك بعينيكي بتتفتح بجد على ناس انتي ما كنتش متخيله ان هم بيحبوكي، وهم طول النهار قاعدين يقولك انا بحبك انا بحبك، وانتي ما انتش واخده بالك لان هم بيقولوا انا بحبك بلغه تانية غير اللي انتي بتفهميها. يعني مثلا ممكن اختك تكون بتعمل لك خدمات بس مش بتقولك انا بحب. ممكن مامتك تكون لغة حبها التلامس، تقعد تطبطب عليكي وتحب تحضنك او كده، بس مثلا مفيش عندها وقت ان هي تقضي معاكي. انت تكون لغة حبك الهدايا، وتقولي انا مش حد بيحبني، مش حد بيعبرني ولا بيفتكرني حتى بمنديل. صح؟ مش ساعات بنقول كده؟
في حين ان لو انت فهمتي لغات الاخرين للحب، هتتغير نظرتك ليهم، وهتفهمي تصرفاتهم معاكي، وبجد يعني هتبقى متسامحة اكتر، وهيبقى في بيننا وبين بعض كعلاقات عامة، يعني مش لازم الازواج ببعض، يعني هنبقى افضل مع بعض كبني ادمين. انا سألتكم في الفيديو اللي فات ايه هو الحب بالنسبة لك. في رحمة ردت عليا قالت لي الاهتمام، وساعات بعبر بالكلام. ايوه، هم دول بقى يا رحمة لغتين من لغات الحب. آه، ممكن جاري تشيبمان في الكتاب كان بيقول ان انتي لغات الحب دي بالظبط زي لغات الكلام. يعني انتي مثلا ممكن تكوني بتتكلمي عربي، وزوجك او ابنك او اختك او اي حد طرف في العلاقة تاني يكون بيتكلم انجليزي او فرنساوي. انتوا كده فاهمين بعض؟ لا طبعا، لو انتوا ما انتوش فاهمين لغات بعض لا يمكن هتفهموا بعض. ممكن تفهموا بعض، هو بيقول ممكن تفهموا بعض عن طريق الإشارة، بس بعد عناء طويل يعني، وتكون حصلت بينكم مشادات، وتكون حصلت بينكم سوء تفاهم كبير لحد ما تفهموا بعض وتبدأوا تتأقلموا على لغات بعض في الحب. كمان بعد ما جاري تشيمن عمل الكتاب ده يا بنات، الكتب بره في الدول الأجنبية يعني غيرنا هنا. احنا اصلا هنا مجتمعات ما بتهتمش لا بالكتاب ولا المفكرين ولا اي حاجة. بس بره عندهم الكاتب مش يكتب الكتاب كده وخلاص، وانسى بقى وخلاص ملوش دعوة. لا، يعني هناك عندهم كتاب مثلا لو نجح والافكار بتاعته نجحت، الكاتب بيعمل حاجة زي ورش عمل عشان يطبق او يفهم الناس افكاره في الكتاب عمليا يعني، او يشرحه هو بنفسه. فهو بيقول ان في مرة من المرات كان هو عامل ورشة عمل عن الكتاب بتاع لغات الحب الخمسة عند الأزواج. فجاله زوجين، براد وإيميلي، هو حتى ذكر اسمهم. فبيقولوا له إيميلي وقفت في ورشة العمل وبتقول إن عندهم ابن عنده 8 سنين. ابنهم دوت هم لاحظوا على تصرفاته وطريقته تغير يعني، وهم محتارين قوي، مش عارفين ايه سبب التغير ده. التغير ده اللي حصل لابنهم ان هو بقى لازق يعني، او كل شوية يروح للمس بتاعته المدرسة بتاعته ويعمل نفسه مش فاهم المادة علشان هي تقعد تشرح له في البريك. و... وحتى المدرسة سألتهم وطلبت استدعتهم يعني، وهم برضو فكروا كذا مرة وسألوه، بس هم مش فاهمين ايه هو سبب ان الطفل ده بيعمل كده. فهو قعد يسألهم عن ابنهم وكده، وقال لهم ايه هي الحاجة اللي انتوا كنتوا بتعملوها واتغيرت في الفترة الأخيرة اللي انتوا لاحظتوا فيها التغير على ابنكم. هو قالوا له احنا فعلا كنا بنهتم بيه، كنا بنقعد معاه، كنا بنقضي وقت معاه ونخرج مع بعض وكده، بس احنا الفترة الأخيرة دي الشغل أخدنا بقى وكده، وما عدناش بنقعد معاه زي الأول. فهو جاري تشيبمان قال لهم ان انتم ابنكم ده لغة الحب بتاعته هي فجاري تشيبمان قال لهم ان لغة الحب عند ابنكم هي اعطاء الوقت. فانتوا كنتوا معودين ابنكم على ان انتوا تهتموا بيه وتدوله وقت، وتقضوا معاه وقت، فهو ما عادش لاقي الوقت ده معاكم، فلقى مين اللي بيهتم بيه وبيديله وقت ويقعد معاه؟ المدرسة بتاعته. عشان كده هو يعني عامل نفسه مش فاهم المادة، وبيتعمد ان هو يبان خايب يعني او مش شاطر عشان المدرسة تهتم بيه اكتر وتقضي معاه وقت اكتر. كمان جاري تشيبمان بيقول ان كل انسان عندنا مننا عنده love tank. هو حتى كتب التعبير ده love tank. بيقول ان كل انسان مننا عنده love tank اللي هو خزان الحب.
خلينا نسميها كده. خزان الحب ده آم، كل انسان محتاج ان شريكه في العلاقة يملاله خزان الحب بتاعه بطريقته، بطريقته هو، مش بطريقتك انتي. يعني مثلا ما تكونش عندك انتي لغة الحب بتاعتك مثلا التلامس، وما كان مثلا زوجك او ابنك او ايا كان لغة الحب بتاعته مثلا الوقت او الخدمات او ايا كان. انتي بقى عايزه تملي خزان الحب بتاع اللي قدامك بطريقتك انتي، فتقعدي بقى مثلا ايه، تحضني، تلزقي فيه، تقعدي تمسكي ايديه كل شويه، مش عارفه ايه. لا، اللي قدامك محتاج انك انتي تملي خزان الحب بتاعه بطريقته هو، باحتياجه هو. يعني هو مثلا احتياجه هو ان انتي تقضي معاه وقت، احتياجه هو ان انتي مثلا تقولي له كلمات كلام حلو، مثلا تشجعيه كده. فهمتوا قصدي؟ فهو كمان بيقول ان ان الانسان لما مش بيلاقي الطرف التاني في العلاقة بيملى اللوف تانك بتاعه ده، او مش فاهم لغة الحب بتاعته، فهو ممكن يدور على اللي يملى اللوف تانك ده، او يعطيه او يكلمه بنفس لغة الحب بتاعته ايه بره. وهو وحظه بقى. يعني انت مثلا ابنك لغة الحب بتاعته الوقت، فانت مثلا مش فاضية، او بتديله الحب بلغتك انت اللي هي لغة تانية، فهو مثلا ممكن يدور على الوقت ده بره مع اصحاب، مع اصحاب بقى في الشارع، تلاقيه بقى عايز يقعد في الشارع، عايز يقضي وقت طويل مع اصحابه. وانت وحظك بقى اصحابه دول بقى كويسين كويسين، وحشين، يبقى لا قدر الله ممكن يحصل حاجات مش كويسه. كمان كاتب بيقول connection before correction، يعني التواصل قبل التصحيح. فهمتوا الفكرة؟ يعني بيقولك مثلا ان انت لازم يكون عندك علاقة جيدة بينك وبين اطفالك قبل ما تبدأي توجهي ليهم التصحيح او النقد على تصرفاتهم. الكاتب بيقول ان الاطفال مستقبلين جيدين، يعني هما بيستقبلوا تصرفاتك وكلامك، بيستقبلوه كويس جدا. ادراكهم بيلقط الحاجة بسرعة على طول، بس بيفسروها ازاي؟ مفسرين سيئين. يعني هو بيستقبل الحاجة بسرعة بس مش بيفسرها زي ما انتي عايزة، زي ما انتي قصده. فاهمين ازاي؟ يعني مثلا انتي دلوقتي عايزة ابنك الدنيا برد والدنيا هتشتي، انت عارفه ان الدنيا هتشتي، انت عايزه ابنك يلبس الجاكيت، ماشي، ابنك زهقان عايز يلعب مش عايز يلبس الجاكيت، انت خايفه على ابنك عايزاه يلبس الجاكيت عشان الدنيا هتشتي ومش عايزاه ياخد برد، صح؟ هو مش فاهم كده، هو فاهم ان مامتي عايزه تخليني اتخنق، مامتي مزهقاني عايزه تلبسني هدوم كتير وانا عايزه العب، صح كده؟ آه كمان في كمان هو الكاتب بقى بيبدأ يعرض دي كلها كانت مقدمة، بيبدأ يعرض بقى اللغات، الخمس لغات للحب عند الأطفال. احنا النهاردة هنستعرضهم كده بسرعة، وإن شاء الله المرات الجاية كل لغة فيهم هناخد لغة أو لغتين في حلقة ونستعرضها بالتفصيل، ونشوف ايه الجوانب السيئة فيها، وأحب كمان ان انتوا تناقشوني. اول لغة للحب اللي هي الفيزيكال تاتش، اللي هو التلامس الجسدي يعني او البدني، اللي هو مثلا زي الطبطبه، ان انت تطبطبي على شريكك مثلا، او الاحضان زي ما انا قلت لكم. لو مثلا ابنك كبير شويه دخل بقى في، قلنا الفيزيكال تاتش او التلامس الجسدي. الطفل اللي بيكون عنده التلامس الجسدي هو ده لغة الحب بتاعته، بتلاقيه لازق فيكي بقى ويقعد جنبك ويقعد يطبطب عليكي ويمسك ايدك ويقولك يا ماما احضنيني، يا ماما بوسيني، يا ماما بوسك يا ماما، مش عارفه ايه الكلام ده اللي هو يعني بيسموه لزقة.
ده بيبقى محتاج منك احضان كتير يعني. احضنوا ولادكم على فكرة. الحضن ده بيعزز صحة الطفل النفسية والبدنية بجد يعني ده حقيقة. احضنوهم يعني هو يعني انت ما تحضني ابنك كده هتدفعي فلوس؟ يعني مش هتدفعي فلوس والله. مش عارفة ليه انتوا مش مصدقين الفكرة دي. لو هو بقى ابنك مثلا كبر شوية بقى مثلا وبدأ يدخل في طور المراهقة بقى وانا راجل بقى ولا ما تحضنينيش وانا لسه عيل صغير ومش عارفة ايه والكلام ده. ده بقى هو ممكن يكون هي دي لغته في الحب، وهو فعلا محتاج التلامس الجسدي ده ومحتاج ان انتي تحضنيه وتبوسيه. بس بس بيبقى بيكابر بقى ودخل في مرحلة المراهقة وكده، ده ممكن بقى ايه، يبقى مثلا احنا بنعمل هاي فايف اللي هي طالعه موضه اليومين دول دي، او بنلعب مع بعض لعبه فيها تلامس، اللي هو مثلا عارفين اللعبه اللي هي بتاعت كهربا مش عارفه ايه دي اللي احنا كنا بنلعبها زمان، حاجات زي كده. تاني لغة بقى من لغات الحب اللي هي كلمات التشجيع. النوع ده من الاطفال انتي بيكون محتاج ان انتي دايما تقعدي تقولي له انا واثقه فيك، انت شاطر، انت ذاكرت كويس، انت هتجيب درجات كويسه، انت عملت اللي عليك. بحب قوي كلمه انت عملت اللي عليك دي، لان انا من الناس دي. انت اتمرنت كويس، ان شاء الله هتاخد البطوله. حاجات من دي. النوع ده بقى كمان بيكره النقد واللوم، يعني يكره جدا النقد جدا جدا جدا، فتجنبي. لو ابنك من النوع اللي بيحب كلمات التشجيع او دي لغته في الحب، تجنبي النقد، وتجنبي انك تلوميه. تجنبي بقى ان انت تقعدي تقولي له ايه، انت عامل دي غلط. يكون مثلا هو يعني عامل مجهود وعامل كل حاجة كويس، وانت بقى ما تدوريش غير على الحاجة اللي ناقصة وتقول له دي ليه كده، انت عامل دي كده ليه، دي وحشة. او تقعدي تلومي تقولي له مش قلتلك، مش انا قلتلك اهو حصل اللي انا قلتلك عليه، مش انا قلتلك كده. آه، كمان النوع ده من الاطفال او من الناس بشكل عام، لو انتي ما مليتلوش لاف تانك بتاعه او خزان الحب بتاعه، او هو بدأ يقلب عدواني عليكي، بيبدأ ينتقدك ويلومك. لاحظوا بس الفكرة دي. تالت لغة بقى من لغات الحب اللي هي اعطاء الوقت او تقضية الوقت. اللي هو الطفل من النوع ده بيقعد يقولك تعالي يا ماما اقعدي معايا، تعالي يا ماما العبي معايا، تعالي يا ماما نذاكر مع بعض، تعالي يا ماما اقعدي جنبي وانا باكل. اللي هو دايما بيكون يعني احسن حاجة عنده واكتر حاجة ممكن يتبسط بيها لو انتي فضيتي نفسك وسبتي التليفون كده نص ساعة وقعدتي معاه تتكلموا مع بعض، او قعدتي معاه تلعبوا مع بعض. اي حاجة. الطفل اللي زي ده بيكون بيفهم حبك بانك انتي اتخليتي عن كل حاجة وفضيتي نفسك ليه. ماشي. الطفل اللي زي ده خليكي حريصة دايما ان انتي تفضي نفسك، ولو ربع ساعة ولو نص ساعة في اليوم، بس جودة الوقت تكون كويسة. جودة الوقت هنتكلم في كل نقطة بالتفصيل بعد كده. رابع لغة من لغات الحب اللي هي الهدايا. اللي هو غالبا يعني الستات بتحب قوي لغة الحب بتاعت الهدايا دي، يا سلام تحب قوي. آه، ف النوع ده من لو هو ابنك يعني او طفل بيحب، ممكن مثلا ايه يجيب لك كارت وهو جاي من المدرسة، ممكن يقطع لك ورقة من الكراسة ويكتب لك عليها مثلا وردة، قلب، قلب بقى كده وسهمين وانا وماما والكلام ده، ويقول لك خدي يا ماما دي هدية مني ليكي. يجيب لك شوكولاتايه وهو جاي ويقول لك خدي يا ماما دي هدية مني ليكي. يفتكرك ولو بأي حاجة ويقول لك خدي يا ماما دي هدية مني ليكي. الطفل اللي زي ده برضو بيحب ان هو انتي كمان تهديه، بس
في فرق بين الهدية والرشوة. يعني اللي هو مثلا انت تقولي له ايه، في فرق ان انت تقولي له ايه، انا جبت لك الحاجة الحلوة دي او الشوكولاتة دي او الهدية دي او المكافأة دي مثلا عشان خاطر انت عملت الحاجة دي وبذلت مجهود وكنت شاطر. وفرق ما انت تقولي له ايه، لو كتبت الواجب هديك 5 جنيه، لو كتبت الواجب لو نجحت ولو جبت الدرجة النهائية هجيب لك عجلة. في فرق بين الهدية والرشوة، هنتكلم في الموضوع ده بالتفصيل برضه. اللي هو الطفل اللي بيكون لغة الحب عنده بالهدايا ده، يعني بيفسرها ازاي او بيكون معناها عنده ازاي. اللي هو انت افتكرتيني وانت بره مثلا وجبتي لي شوكولاتايه، يا دي حاجه كبيره قوي عندي. اللي انت بس افتكرتيني، مش لازم تكون الهديه كبيره او حاجه يعني مكلفه، لا ممكن تكون حاجه بسيطه جدا ولو بجنيه يعني. حتى مش ستات كتير قوي تسمعهم يقولوا لك طب لو ورده حتى عندي. هي الفكره مش في الهديه، في قيمه الحاجه الماديه، الفكره في قيمه الحاجه اللي انت افتكرتيني وانا مش معاكي وانت بره وجبتي لي حاجه، عملتي حسابي يعني. خامس لغه بقى ودي في نظري الاعم والاغلب والاكتر الرجاله هي دي لغتهم في الحب، اللي هي الخدمات. يعني اللي هو مثلا يكون الشخص قدامك مثلا يجيب لك الخضار من السوق زي ما انا قلت لكم كده، يحب يريحك، مش عايزك انتي تخرجي وتتبهدلي مثلا في السوق، فهو بيجيب لك الحاجة. انتي تقولي مثلا ايه، ما هي دي طلبات البيت، ما هو كده كده هيجيبها. لا، هو مش بيكون بيفسرها كده، هو بيكون بيفسرها ان انا بريحك. فاهمين؟ بالنسبة بقى ممكن مثلا ايه، ممكن مثلا لو انتي تعبانة مثلا ولا حاجة ولا كده، ممكن مثلا يغسل طبقين، لو مثلا في طبقين في الحوض ده، مع ان دي مستحيلة يعني. ممكن كمان ممكن كمان ايه، بالنسبه بقى لابنك، ممكن ابنك ده تلاقيه مثلا لو انت بتكنسي بالمكنسه يقولك ايه، يا ماما انا هساعدك، يا ماما انا عايز اساعد ماما. يمسك مثلا فوطه لو هو صغير كده ويقعد يمسح معاكي، لو انت مسح معاكي مثلا ما اعرفش لو انت بتعملي. الطفل اللي زي ده برضو يحب ان انت تساعديه، يحب ان انت مثلا برضو ولو مثلا يعني ترتبي له كتبه. مرة من المرات كده كل فترة مثلا، ساعديه في حاجة، تساعديه في مثلا وهو بيلبس. بس مش تخليه اعتمادي، في فرق ان انت تساعديه مرة كل فترة وتحسسيه بحبك يعني، او ان انت تعملي له كل يوم وتخليه اعتمادي، في فرق برضو، هنتكلم في كل نقطة بالتفصيل. دول كده لغات الحب ال5، اللي هما التلامس الجسدي وكلمات التشجيع والوقت والهدايا والخدمات. هما دول لغات الحب ال5، اتكلمنا عنهم بسرعة. عايزاكم انتوا في التعليقات تقولوا لي ايه هي لغة الحب عندكم، اللي بتحبوا تعبروا بيها عن مشاعركم، واللي تحبوا الناس يعبروا لكم بيها عن حبهم. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. ومتنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتدوسوا على الجرس علشان توصلكم الفيديوهات الجاية. ان شاء الله في الفيديوهات الجاية هنتكلم عن كل لغة بالتفصيل. النهاردة كانت مقدمة بس، كل لغة او لغتين هناخدهم ان شاء الله في حلقة. واشوفكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.